السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الدباسة اللي قدام مننا دي. طبعا دباسة تعتبر لسه جديدة في السوق. هي بتدبس الحديد لكن بتخانات معينة. أقصى حاجة ليها 2 مللي أو 3 مللي على حسب ضغط الهواء. أما يكون الكمبروسر عالي والهواء بتاعه جامد طبعا بينفد 3 مللي. زي ما انتم شايفين كده ده الدبوس بتاعها، ده سنتي ونص زي ما انتم شايفين كده. ده من الصلب وده الخزنة بتاعته اهي، وادي الدبوس اهو. حطوا الدبوس هنا طبعا هو كبير عشان فيه حتة هنا ماشي. قطعوا كده حتة سقطوا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده نركبوا خزنة ماشي. بالنسبة لدي لو هنا حشر اي حاجة طبعا ده الامان، لازم يكون الامان دوت موجود. لازم تتك على الجزء اللي هتضرب فيه عشان خاطر الدبوس يطلع منه. ولو حصل الدبوس اتحشر في اللسان بتاعه طبعا هنا في الفكرة اللي هي الجديدة غير الدبوس العادي ده. طبعا مفيهوش مقفول، ده الدبوس العادي بتاع الخشب، منادب بتاع الحديد زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي اتنطر ده كله ده الدبوس اللي انا لسه حاطه ماشي. طبعا اللسان اهو هو هنا عشان خاطر اصلا الهواء شغال وهو مرفوع فوق. اما لا قدر الله لو حصل هنا في دبوسة حشر او كده هتشوفوا اللسان كله طالع بره، اللسان او الشاكوش زي ما بيتقال عليه. بعد كده بتركب الوش بتاعك عادي بعد ما تظبط حاجتك وترده تاني. حط كده وهنا في خية زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ننزله كده خلاص اتظبط ماشي. وبعد كده نحط الدبابيس بتاعتنا اللي اتنطرت. يعني معنى الكلام اللي ما ينفعش نحل دي الا اما نفضي الخزنة بتاعتنا عشان ما تنطرش الدبابيس منها ماشي كده خلاص. طبعا ده الخشب فطبعا هينفد ويعدي. وهنيجي نشتغل حاجة فيها حديد. طبعا مفيش حاجة حديد قدامي الا الكرسي ده زي ما انتم شايفين كده حديد. طبعا بيبقى فيه موتوسيكلات في عربيات في الكلام ده بيبقى الحديد بتاعها نفس التخانة بتاعت الكرسي دوت. يعني افضل حاجة تبقى موجودة عند السروجي هو المسدس ده هينفعه كتير ماشي. انا عشان بيجيلي فورجيهات وفي حاجات ياما بتبقى فيها حديد وحديد، بس اهم حاجة يكون حديد مفرغ. غير في فورجيهات بيبقى حديد صب فطبعا مش هينفع فيه. وفي بيجيلي بعض حاجات بيبقى فيها الحديد اللي زي دوت فلازم يبقى عندي المسدس ده. فهنجيبه هنا حتة قماشة انا جايبها بيضة اهي عشان تبان. ايه ده ايه، نحط كده اكني بنجد عليها وهنتكه كده. اهم حاجة نبعده وشنا عشان خاطر ما يبقاش فيه اي ضرر لو حاجة الدبوس اتكسر او حاجة كده. نتكه شايفين الدبوس ماشي. ناخد واحد فوق تاني، ده حديد اهو ماشي. بالنسبة للدباسة اكن بتدبس في خشب تمام. ده زي ما انتم شفتوا كده حاجات عملي طبعا هي مفيدة جدا.
لكن في التخانات الحديد الاضخم من مثلا 3 مللي مش هتخش فيها، لان هي مصممه على التخانه دي. بس في مسدسات زي دي كده بس اكبر بقى، اضخم زي ده كده ماشي، ده مصمم للتخانات الحديد التخينه. طبعا ده بيشتغل في الالوميتان، في الحاجات اللي هي الخفيفه، بلاستيك الناشف، الحاجات دي كلها ده يشتغل فيها، غير الدباسه. الدباسه دي لما اجي ادبس بيها الحاجات الناشفه طبعا الدبوس بيتنى فما بيشتغلش، فده يشتغل لان الدبوس بتاعه صلب. طبعا ده الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب تفيدونا زي ما احنا بنفيدكم، وما تنسوش اللايك والشير. كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.